مرحبا حبايب قلبي، ربي يسعد قلبكم ويسعدكم وين ما تكونون، وربي يعطيكم إلى أن يرضيكم الصحة والعافية والبركة والنعمة والسعادة وكل شي حلو انتو تتمنون. قولوا آمين يا رب. طبعا شفت هواي ناس بالتيك توك وباليوتيوب دا يسوون علاج لتساقط الشعر. بصراحة أنا أول مرة هسه راح أسوي وياكم، خلي نجربه. إذا يجيب نتيجة راح أقولكم سووا من عنده. شنو محتاجين؟ بس نحتاجين الزنجبيل. الزنجبيل الطازج لازم يكون الزنجبيل هيجي طازج، ما يصير مال البودر. نحتاج مياه معدنية، لازم تكون مياه معدنية. هسه شو راح نسوي؟ راح نقطع هذا ويا المي، نخليهم بالخلاط ونصفيهم، وهذا المي اللي يطلع نخليه على شعرنا، على فروة الراس بس على فروة الراس حبايب قلبي، مع المساج. إذا تحبون بقوه ساعتين 3 ساعات، هم دا يقولون لازم بقوه بشعركم إلى يوم الثاني. طبعا نظفتهم وشوي قشرتهم، سويتهم قطع هيجي. بس اهم شي حبايب قلبي جربوا اول مره منطقه صغيره على شعركم، خاف عندكم حساسيه. اذا ما صار شي جربوه على كل الشعر. راح نخلي هذا اللتر مال المي كله ويا الزنجبيل بالخلاط. بس راح نخليه بالخلاط الكهربائي حبايب قلبي، كل الزنجبيل والمي همينه وياه. هسه خلصنا. هسه راح نصفيه، وهذا ليتر لأنه ما راح نبقيه بالفريزر. إذا نحتاج نشرب من عنده لأنه نظيف، بدنا نخليه بقوالب الثلج، وكل مرة ناخذ قالب نخليه بالمي نشربه كله زين. بس أصحاب اللي عندهم ضغط عالي مو زين يشربون الزنجبيل، يساعد الضغط. راح نخليه ببخار نبخ على فروة الراس فقط، بقيه ساعتين ونغسله. هما دا يقولون بقوا لي ثاني يوم، بس انتو بقوا ساعتين مع المساج وغسلوه حبايب قلبي. شوفوا شلون النتيجة. وقلبوا شير، تستفاد الغير وتكونوا دائما بالخير. أحبكم.